السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello everybody. أهلا بكم جميعا. احنا النهاردة هناخد حاجة اسمها السوفكسز. كلمة سوفكس عبارة عن شوية حروف بتيجي في آخر الكلمة. زي ما انت شايف كده السوفكسز اللي عندي فول FUL ION IVE. طيب شوية الحروف دول اللي بيجوا في آخر الكلمة قلنا اسمها سوفكس. طب السوفكس دي بتعمل ايه؟ السوفكس بتغير نوع الكلمة. ازاي؟ يعني مثلا انا عندي الكلمة اللي هتنتهي FUL هتكون FUL دي بتعمل adjectives، يعني بتخلي الكلمة صفة. يعني مثلا عندي كلمة care use peace، هنلاقي ان كلمة care ويوز دي افعال، وكلمة بيس يعني السلام، بيس ديت اسم. طيب لما جيت حطيت النهاية اللي هي السفكس FUL، كلمة كير بقت كيرفول. كلمة كيرفول بقت معناها ايه؟ حريص او حذر، كده بقت صفة. طيب كلمة يوز هي اصلا فيرب يعني فعل. يوز دي معناها يستخدم. لما احط السفكس الاخيره FUL هيبقى اسمها useful. طب useful بقى معناها ايه؟ بقى معناها مفيد. يبقى دلوقتي use معناها يستخدم، useful معناها مفيد او ممكن يبقى معناها نافع. كلمه peace السلام دي اسم. لما حطيت السفكس يعني النهايه FUL بقى اسمها peaceful، فpeaceful معناها هادئ او مسالم او امن. يبقى دلوقتي انا عندي السفكس FUL بتعمل ايه؟ بتعمل adjectives، يعني كل الكلمات اللي اخرها FUL بقت صفات. طيب نيجي لسفكس تاني. السفكس التاني ION. طيب ال ION دوت الحروف ديت لما بتيجي في نهايه الكلمه بتعملها ايه؟ انا كاتب لك اهو ال ION بتعمل nouns، يعني ال ION بتخلي الكلمه اسم. ال ION بتخلي الكلمه اسم. يعني مثلا كلمه بلوت دوت فيرب، الفعل ده معناه يلوث. طبعا لما اجي احط النهايه على كلمه بلوت ION ونطقها هيكون pollution، اصبح معناها التلوث. يبقى كلمه بلوت الفعل الفيرب يلوث، وكلمه pollution النون بقى معناها التلوث. طبعا ما تنساش لما انا جيت كتبت ION على كلمه بلوت حذفت الاي الاخرانيه. طب الكلمه الثانيه كلمه invent ديت فيرب يعني فعل معناها يخترع. لما حطيت السفكس النهاية ION بقى اسمها invention، وكلمة invention بقى معناها اختراع. يبقى من invent لinvention يخترع بقت اختراع. نمبر 3 السفكس والنهاية IVE بتعمل ايه؟ النهاية IVE برضو بتعمل ايه؟ adjective. يعني عندي FUL بتعمل adjectives الصفات، و IVE برضو بتعمل adjectives الصفات. طيب كلمة attract ده verb، الفعل ده معناه يجذب. لما أقول attractive بقى معناها جذاب، يبقى غيرت من يجذب إلى جذاب، من attract ل attractive. وبرضو الملاحظة الأخيرة، محدش يقول إن ال FUL بتعمل adjective بتعمل صفة، وال IVE بتعمل adjective بتعمل صفة. يعني ممكن اجيب كلمة attract مثلا يعني واحط النهاية FUL، لا ما ينفعش. هي كل كلمة بيكون ليها السفكس والنهاية بتاعتها. وكده نكون خلصنا 3 حاجات suffixes في النهايات. FUL بتعمل adjective صفة، ION بتعمل noun يعني الاسم، وال IVE برضو بتعمل adjective يعني بتعمل صفة. وكده نكون خلصنا السفكس اللي كنا عاوزين نراجع عليه النهاردة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.